من الواضح كده انت كل عربياتك بتهدف يمين احسن من الشمال. بص العربيه دي عندك دلوقتي فيها زوايا ورا وقدام بخلاف التويوتا كان عندك ورا كانت دونجل. تمام كده. المقاسات دي ورا عندك في العربيه الجيب على مقصات دي بتتظبط، ليها رجلاش في الكامبر وليها رجلاش في التوب. هنخلص مقاسات ورا بعد كده نخش على المقاسات قدام. العجله اليمين مؤخره نص سنتي، وعندك العجله دي قافله من فوق لجوه سنتي، الاثنين يعملوا سنه يمين في العربيه، ترى معوجه معاك سنه شمال. دلوقتي جت عربيه مؤخره ينفع فيها زرجين، الزرجينه اللي تحت اللي وراك دي على طول دي احنا بنقدم ونأخر بيها العجل وبنفتح ونقفل بيها العجل برضه. لسه الكبيره دي عشان لو في شغل في الدونجل ورا في العربيه لازم الباريستا اللي هي الضغط تقيل اللي هي 10 طن، ما ينفعش الصغيره فيها. الباريستا الكبيره دي بتجيب معانا الدناجل اللي ورا في العربيه. يعني التويوتا عندك لا قدر الله كان فيها مشكله ورا كنا احنا عالجناها بالباريستا الكبيره دي. كان معايا عربيه زمان كده تمام كان فيها مشكله في الجنب اليمين ده، المشكله دي كنت ببعتها عند بتاع الزوايا يروح قايل له ايه لا عايزين مش عارف قد ايه السمكري، روح راجع للسمكري يسحب وتروح راجع له لا ده سحب زياده، راحت ورجعت مثلا بتاع 10 مرات. لكن احنا دلوقتي احنا موفرين المعدات دي عندنا علشان العميل يبقى قاعد عندنا مرتاح. الخدمات كلها متوفره في مكان واحد. لو عندنا في التويوتا كنا ممكن نعمل زرجينه في العربيه دي بالعجله الشمال قدام، لكن احنا عندنا في الجراند هنا ليها رجلاشات سهل ان انا اقدم واخر وافتح واقفل زي ما انا عايز. بس في احتماليه الاول ان ممكن يكون عندي مساعد فيه مشكله او الشمعدان فيه مشكله، فانا بقول للعميل لو هم فيه مشكله يروح يغيرهم الاول قبل ما نعمل اي حاجه. لكن لو المساعد حالته كويسه ضغط المساعد كويس معايا لا انا بشتغل على الوضع ده وببلغ العميل بيه. مش اي حد تظبط عنده زوايا، لو عايز تعرف تظبط زوايا فين انت بس هتسال محرم. سلام.